يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يا صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا عاملينه مع بعض، وجايه لكم النهارده بروتين جديد وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس قبل ما نبدا الروتين بتاعنا ما تنسيش تشترك في القناه، وكمان تفعلي زر الجرس علشان الفيديوهات الجديده تنزل لكم على طول. يلا بينا كده نبتدي الروتين بتاعنا. بس قبل ما نبدأ اي حاجة، حبيت ان انا اوريكم الهدوم الشتوي بتاعه كارما. دول جايين لها في عيد ميلادها، فقلت ان انا اوريهم لكم كده. حلوين جدا، والخامة بتاعتهم حلوة قوي، واشكالهم اصلا حلوة وبناتي. فهم مريحين الصراحة. يعني الترنج ده، شايفين البنطلون بتاعه عامل ازاي، وفيه جيوب كده وشكله حلو الصراحة. وجبت لها كمان دفايتين. يعني قلت يعني ما عندهاش حاجة الشتا ده، كل هدومها صغرت عليها الصراحة، فقلت بقى اجيب لها كده دفايتين وكمان ترنجين. ولما ان شاء الله نجيب يعني على دخلة الشتا كمان، اكون جايبه لها كمان باقي الهدوم. المهم هتلاقوا صوتي متغير شوية، انا زي ما قلت لكم يعني دور البرد مش عايز يسيبني الصراحة. كنت خلاص ارتحت منه يومين 3 ورجع تاني. فقلت بقى الحق ان انا اسجل لكم الفيديو ده قبل ما البرد يتطور بقى والصوت يروح خالص. المهم بقى كده كنت عامله معاكم تنظيفات طبعا الاوضه الكبيره الفيديو اللي فات، وكان بقى عايزه ان انا ابدا ان انا انظف كده تنظيفات الشتاء قبل ما الشتاء يدخل علينا. يعني اليومين دول حابه ان انا اخلص كل التنظيفات معايا، علشان الشقه تكون نظيفه على دخلة الشتاء. الجو هيبقى برد جدا، والواحد الصراحه مش هيبقى قادر ان هو يعمل بقى تنظيفات عميقه جدا، يعني على قد بقى فرش سرير، يكنس الارضيه، فالحاجات اللي هي الخفيفة دي. لكن التنظيفات العميقة الصراحة حابة ان انا اخلص منها قبل دخول الشتاء. المهم بقى شلت الستاير كلها، وقلت ان انا اغسلها برضو كده في الغسالة. وبعد كده نفضت الشباك كده بفرشة معايا، وشلت كمان المفارش بقى بتاعة السرير، وقلت افرش المفرش ده. المفرش ده هتلاقوه معايا على طول، لان الصراحة المفرش ده خفيف جدا، يعني دفاية خفيفة، مش حاجة تقيلة، يعني ينفع في الجو ده. هو الصراحة مناسب جدا في الوقت اللي زي ده، فهتلاقوه يعني مفروش معايا على طول. وكمان انا الأوضة الصغيرة دي يعني محدش بيدخلها كتير، فانا مش بغير فيها المفرش كتير. فالمهم بقى قلت افرشه كده علشان يعني احس بقى بالاجواء الشتوية الحلوة دي. هو مش لون موحد، يعني كنت شارياه يومها الوان داخلة في بعض. فبس خامته الصراحة حلوة جدا، فقلت مش مشكلة. يعني اللي طالع موضة بقى اللي هي الألوان الموحدة وبتبقى ماشية أكتر مع الأوضة. بس طبعا الحاجات دي مش هنرميها بقى، هنفرشها عادي. وبرضو شكلها حلو في الأوضة. المهم شلت بقى المفرش. يعني خلصت السرير كده الأولاني، ودخلت بقى على السرير التاني برضو هفرشه واظبط كده الدنيا. انا كان نفسي جدا قبل ما افرش واعمل اي حاجه اكون غاسله السجاد، لان انا السجاد بفرشه في الصيف وفي الشتاء، فبيبقى متبهدل معايا جدا. فلازم قبل دخول الصيف بغسله، قبل دخول الشتاء بغسله. فانا السنه دي ما غسلتوش، بس حاسه مش حاسه كده وانا بنضف بارتياح نفسي كده. لازم كل حاجه معايا في المكان تكون نظيفه. فالصراحه انا عندي سجاد نظيف، يعني مثلا الاوضه الكبيره والاوضه الاطفال السجاد بتاعهم لسه نظيف زي ما هو. يعني متبهدل معايا كده الطرقه، المطبخ، يعني جزء من الصاله. فدي السجاده اللي متبهدله معايا. فانا بفكر يعني حتى بعد التنظيفات دي ان انا اتسلى كده في السجاد ويتغسل، لان لو بعته مغسله دلوقتي طبعا الضغط هيبقى شديد جدا ومش هيجيلي في الميعاد اللي انا عايزاه. فانا ما بحبش ان انا اسيب الشقه كده الصراحه من غير اي فرش. انا بفكر بقى استعين كده بزوجي العزيز ان هو يغسلهم لي، لان طبعا انا مش هقدر اغسلهم. وهي السجاد مش كبير، يعني مثلا بتاعه الاوضه بتبقى طرقه كده خفيفه، الصاله ممكن هي اللي كبيره. فانا قلت ان هو يتسلى كده ويغسلهم لي، وكان غسلهم قبل كده. فقلت يعني ايه نتسلى كده مع بعض ونغسل السجاد. وبرضه هفرشه على نظافة، لان الأوضة هتكون نظيفة والخشب معايا نظيف وكل حاجة متلمعة. على قد بس كده. يعني همسح بقى الأرض مثلا، ألمع أي حاجة كده قدامي، وأفرش السجاد تاني. وكمان علشان برضو ما يبقاش مجهود كبير، قلت ان انا
يعني ايه امسك حاجة حاجة، جزء جزء. يعني مثلا انا خلصت الاوضه الكبيره واوضه الاطفال، اخلص السجاد بتاعهم الاول، وبعد ما ينشف افرشهم، وبعد كده اغسل اللي هي السجاد التاني، علشان ما يبقاش بقى كله ورا بعضه كده ويبقى برضو مجهود. المهم بقى خلصنا الأوضة ورشيت المعطر الحلو، يعني دي احسن لحظة بحبها الصراحة. انا لو ما رشيتش رشة المعطر دي ما بحسش ان انا نظفت الأوضة، لازم تيجي تفتحي الأوضة كده تحسي بريحة النظافة. فانا خلصتها بقى ورشيت المعطر بتاعي. معلش لان صوتي متغير جدا، زي ما قلت لكم البرد يعني مش عارفة هيروح امتى، يعني احنا لسه ما دخلناش اصلا في الشتاء والبرد كل شوية بيجيلي، فانا الصراحة مش عارفة يعني في الشتاء نفسه هنعمل ايه. المهم كنت بقى عايزة كده شوية مشتريات، فجبت شوية خضار، فلفل وبتنجان وكمان خيار، وكان عندي طماطم وجبت ليمون، يعني شوية خضار كده. فقلت بما اننا بقى عندنا الخضار بتاعنا نعمل غدا سهل وسريع، يعني مش سريع قوي لان الحاجات بتاعته بتبقى كتير، فمن الوقت للتاني الصراحة بحب ان انا في تغيير في الاكل ان انا اعمله. فعملت ايه بقى؟ رز ابيض، هو المفروض يبقى كشري، بس يعني احنا بنميل مع الاكله دي الرز الابيض يعني عن الرز بقى اللي هو عن الكشري اللي هو بعدس او مثلا رز بشعريه، فاحنا بنميل اكتر للرز الابيض. فعملت رز ابيض وسلقت بطاطس، واحمر بقى البطاطس، وكنت غاسله بتنجان وفلفل برضو هقليهم. هي اكله حلوه جدا والصراحه يعني مغذيه قوي وفوائدها كتير، لان طبعا انت منوعه في الخضار، بس هي الوقفه بس على البوتاجاز بقى ان انت بتقلي وكده هي اللي بتاخد وقت. وانا الصراحه ما جربتش ان انا اعمل في الاير فراير، يعني انا عملت قبل كده البتنجان كان نشف معايا، فانا مش عارفه الصراحه، يعني انا بحب الحاجات دي مقليه كده في الزيت. المهم سبت بقى البطاطس كده تتقلى، وحطيت الفلفل كمان، والفلفل ده الصراحه بهدل البوتاجاز، عشان كده زي ما قلت لكم يعني هي اكله حلوه وكل حاجه، بس ما بنعملهاش كتير علشان الوقفه في المطبخ، وفي نفس الوقت كمان بعدها بيبقى فيه بقى مواعين كتير وبوتاجاز عاوز يتغسل، فالصراحه حواراتها كتير قوي. المهم بقى قليت دور بطاطس كده وحطيت الدور التاني، وقلت اطلع كمان الفلفل كان اتعمل معايا كده. ويعني الصراحة انا قلت اعمل في مقلايتين علشان انجز، يعني انا كنت بقى يعني عايزة اجهز الغدا، فانا لو استنيت البطاطس وقليت بعدها الفلفل والبتنجان هقعد طول النهار في المطبخ، فقلت بقى اعمل مقلايتين كده، واحط بقى البطاطس في مقلاية واقلي الفلفل والبتنجان في المقلاية التانية. البطاطس بتاخد وقت شوية في التحمير، فانا سبتها بقى مع نفسها كده، وحطيت بقى البتنجان وهقلبه واسيبه برضو بيتحمر بسرعة. فعاوزة بقى منكم كده اللي وصل معايا للحظة دي يكتب لي كومنت حلو كده، ويكتب لي كمان ويحط كمان لايك علشان اتشجع. الصراحة انا بتشجع جدا بالكومنتات بتاعتكم، وبتشجعني ان انا اصور لكم، يعني انا بتأخر في تنزيل الفيديوهات لان مفيش تشجيع خالص، لكن لو في تشجيع هتلاقوني كل يوم يعتبر بصور لكم. والبرد بس كده يخف عني شوية، لان هو اللي بصراحة بيرجعني لورا، بيخليني مش قادرة اقوم اصلا اعمل حاجة. المهم بقى كان الحاجة خلصت معايا، وحطيت كمان الدقة ببقى مجهزاها كده للفلفل والبتنجان، بتبقى عبارة عن توم كده وليمون وفلفل، وبسيبها عندي في الفريزر جاهزة، وقت لما بحتاجها بطلع منها، وبتبقى الصراحة منجزة جدا معايا. وعملت كمان سلطة وعملت بيض، وخلاص ده كان الغدا بتاعنا والروتين بتاعنا النهاردة. متنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واقول لكم على السلامة.